ولهذا المسلم لا يتواكل، والمسلم لا يقول انا خلاص احنا رانا مفوتين 21 رمضان صمنا فيهم ما شاء الله صلينا التراويح وركعه ما رطيناها. اقول لك ركعه، وين تدري انت؟ وين تدري هذيك العباده الجوفاء اللي نقدموها؟ اعظم مصيبه انك تحس روحك قديم في الالتزام والاستقامه، وتولي تقدم لله عز وجل عباده وانت متواكل على تلك العباده وتلك الاقدميه التي قدمتها لنا. والله سبحانه وتعالى قد يطلع على اعمالنا فلا يقبل منها شيئا، وشكون هذا اللي يقدر يحاسب ربي سبحانه وتعالى؟ المسلم وعجلت اليك ربي لترضى. المسلم عنده واحد الشيء اللي هو الشوق الى الله تبارك وتعالى. هذاك الشوق الى الله والطمع في الله سبحانه وتعالى ومداومه الافتقار الى الله يخلي البنادم دائما يجري ويحس روحه ما دار والو. قد ما صدق، قد ما صلى، قد ما صام، قد ما قام الليل، ما دار والو، ما على بالوش الشيء اللي راح يديروا بالك هذاك هو اللي يدخلوا الجنه. دائما الشيء اللي راح تديروا هذاك هو اللي يدخلك الجنه، حتى تلقى الله وانت في اعلى عليين.